الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات الطب النبوي مع الحديث 17، وفيه عن عبد الله بن أم حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنا والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت. فموضوعنا اليوم هو أيضا ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلاج بالسنا، الذي هو السنمكي والسنوت. أولا السنا هو نبات معروف، ما يعرف بالسنمكي عندنا، وهو مأمون الغائلة كما قال العلماء، يزرع في مكة المكرمة وبعض الأماكن الأخرى، لكن أفضله الذي يزرع بمكة المكرمة، ولذلك اختاره الأطباء قديما وحديثا فسمي بهذا الاسم سنا مكي، أي نسبة إلى مكة. ومنه تحضر الأدوية الحديثة، حبوب وشراب ونحو ذلك. يعني اليوم يصنع منه أدوية كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالسنا والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء، من كل مرض إلا السام، والسام المقصود به الموت. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل السنة، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 فيهن شفاء من كل داء إلا السام، السنا والسنوت. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث أسماء رضي الله عنها: لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة. وجاء أيضا: لو أن شيئا ينفع من الموت نفع السنة. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام: لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة. لهذا ركز علماء الطب النبوي كثيرا على هذا الحديث، وشرحوه شروح كثيرة، سواء القدامى والمتأخرين، من بينهم مثلا الإمام المنوي حتى في شرح لهذا الحديث، حديث أنس أيضا في السنة، قال رحمه الله: السنة هو نبت معروف شريف مأمون الغائلة، أي ليس فيه ضرر، قريب الاعتدال. وذكر بعض فوائده، قال: يسهل الصفراء، يعني من كثرة شهرة هذا الحديث حتى الفقهاء ذكروه واعتنوا به. قال: يسهل الصفراء والسوداء ويقوي القلب. وقال: وخاصية النفع من الوسواس السوداوي، يعني فيه خاصية ينفع من الوسواس الذي يكون بسبب زيادة السوداء، ومن تشقق الأطراف وتشنج العضو. قال: ومشاكل الشعر، ذكر فيها مشاكل الشعر، وذكر القمل والصداع العتيق، كذلك ذكر الأمراض الجلدية، الجرب والحكة. قال: وذاك إذا طبخ في زيت وشرب منه نفع من أمراض كثيرة، ومن بينها ذكر قال: أمراض الظهر والوركين. وهو كما قلت من قبل يكون كثير بمكة، وهذا أفضل الأنواع، حتى أن اليوم يزرع في أماكن أخرى لكن بنفس البذور الموجودة التي كانت موجودة في مكة. ومنافعه في الحقيقة لا تحصى. لكن أحاول أن أختصر وأذكر بعض الفوائد التي ذكرها يعني الذين صنفوا في الطب العربي قديما والطب النبوي، وكذلك الذين ذكروا أبحاث كثيرة في هذه العشبة السلامكي. قالوا: أبرز ما فيه أنه يذهب البواسير، كذلك ينقي الدماغ من الصداع،
والمقصود بيذهب البواسير من الأطباء من قال إذا كانت البواسير سبب البواسير قال في الغالب يكون من سبب الإمساك وكسل القولون، فهذا ينفع من ذهاب البواسير. كذلك من أبرز ما ذكروا قالوا أنه ينقي الدماغ، حتى أنهم ذكروا أنه ينفع للفالج الذي يعني يصيب جنب ما يعرف بالجلطة اليوم، سواء كانت قلبية أو دماغية، فهو نافع وقاية وعلاجا للفالج. كذلك مشاكل الصداع كما ذكر غير واحد من العلماء، ذكروا أنه جيد للصداع، يعني إذا شرب على شكل، سنذكر طريقة إن شاء الله، يعني على شكل منقوع فهو جيد للصداع. كذلك حالات الروماتيزم بصفة عامة، خاصة يعني الروماتيزم المفاصل، روماتيزم الدم، الروماتيزم بأنواعه، هذا جيد له يعني السنة. ومنها الآلام يعني كحالات عرق النسا، هذا موضوع درسنا حلقتنا السابقة، فهو يعني يزيل الألم بإذن الله في عرق النسا. كذلك حالات النقرس، داء الملوك هذا، والذي يعاني منه اليوم الكثير من الناس بسبب كثرة أكلهم للحوم، فالسلامكي جيد لهذه الحالة. كذلك يفيد في حالات وجع المفاصل بصفة عامة، يعني سواء كان سببها التهابات أو روماتيزم أو زيادة في الوزن أو نحو ذلك، فهو بإذن الله تبارك وتعالى نافع في هذه الحالات عن تجربة يعني. كذلك لمن يعاني زيادة الوزن، فهو يعني من يحارق للدهون وينقص الوزن. كذلك يستعمل حتى في حالات البرد، لمن يشعر بالبرد أو آثار البرد أو أعراض البرد كالزكام، التهاب الحلق وما ينجب عن ذلك كالربو وغير ذلك، يعني من الأمور التي يسببها البرد، فهو جيد. ذلك أنه حار يعني ضد البرودة طبعا، فهو علاج يعني إن شاء الله تبارك وتعالى نافع لهذه الحالات. كذلك حتى لأمراض الحلق يستعمل على شكل غرغرة، يعني يستعمل شربا ويستعمل على شكل غرغرة لأمراض الحلق. كذلك هو جيد للشعر من حيث أنه يقويه، وحتى يعني يعمل على تطويله، ويعمل على المحافظة على سواده، يعني يسود الشعر. كذلك الأمور التي تتعلق بالبلغم، فهو طارد للبلغم من الجسم، خاصة البلغم الذي يكون في الجهاز التنفسي، فهو طارد قوي كذلك للبلغم، فخاصة إذا كان استعمل مع العسل فهو جيد لطرد البلغم. لهذا ينصح الذين عندهم يعني أولاد صغار ويعانون من صعوبة خروج البلغم أن يلعق الصبي شيء من السنة، يعني قليل جدا من السنة مع العسل أو نحو ذلك، فهو يعني يعمل على طرده بدون تعذيب الصبي كما يفعل اليوم الكثير من الأطباء. أيضا هو له خاصية، السنامكي ذكروا له خاصية، قالوا أنه يغوص في العضلات ويغوص في عمق الجسم حتى في عمق المفاصل، فيخرج ما فيها يعني من الأذى وما فيها من مخلفات، فهو يخرجه ويطرده خارج الجسم، منها يعني الشقوق الحرة، فهو يعني طارد بإذن الله تبارك وتعالى ويمنع حصولها. كذلك هو يخرج حتى السموم سواء كانت في البطن أو كانت استعملت يعني كانت في الدم، أو حتى سموم الأفاعي والعقارب ونحو ذلك، فهو علاج لهذه السموم، يعني يطردها ويذهب أثرها بإذن الله تبارك وتعالى.
لهذا وذلك أن السحر يعني نوع من أنواع السموم. يعني من التجارب أن السنة مكي جيدة لمشاكل السحر، خاصة السحر المأكول، خاصة إذا جمع بين الرقية والعلاج المادي والمعنوي، يعني العلاج الروحي القرآن الكريم والعلاج المادي، كما جمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بين الملح وقراءة القرآن. فهو نافع جدا لهذه الحالات، علاج السحر، خاصة السحر المأكول. أما الإمساك فهذا الشائع عند الناس، أنهم يعالجون به الإمساك صغارا وكبارا، وهو شائع كأنه لا يعرف إلا الإمساك. إذا ذهبت إلى العطار تقول له بي إمساك، يعني يعطيك أول ما يعطيك السنة. هذا الذي شاع. فهو أيضا جيد للإمساك، وهو مأمول للغائلة كما ذكرنا من قبل. ليس له ضرر، حتى أن مفعوله لا يكون بسرعة كبعض المسهلات، يعني وإنما يعطيك وقت على الأقل من 6 ساعات إلى 12 ساعة فيبدأ بالعمل. وعمله يبدأ من المعجزات، يعني أن عمل السنة مكي لا يكون إلا في الأمعاء، ويبدأ العمل من أمعاء، لا يبدأ كما بعض المسهلات في المعدة ونحو ذلك، فلا شك أن هذه تحدث ضرر. عمله لا يكون إلا في الأمعاء، ولا يمتص من الأمعاء كما هي بعض الحالات، بعض العلاجات المسهلة يعني تمتص من، خاصة الكيميائية، يعني تمتص من الأمعاء. فهذا مأمون الغائلة بإذن الله تبارك وتعالى، لكن بحدود معقولة. فلا يأتي إنسان يعني يشرب كل يوم سنة ونحو ذلك فيقول ذلك، إن إذا زاد شيء، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فيعني لا شك أنها تحدث يعني مشاكل في الأمعاء وضرر، وربما إلى جانب الأمعاء، يعني فتحدث آلام معروفة، يعني بالمقدار المعروف المعهود الذي عاهده الناس. ومن لم يعرف الكمية المناسبة يعني يسأل. إذن مشاكل الإمساك بصفة عامة هو جيد لمشاكل الإمساك. حتى الذين لا يعانون من الإمساك، الأحسن أن يستعمله الإنسان مرة أو مرتين في الشهر أو في شهرين. أو هذه كانت سنة العرب. وحديث أسماء معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت بما تستمشين. سنة الاستمشاء يعني غسل الجهاز الهضمي وغسل القولون كانت معروفة عند العرب، وسنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال لأسماء بما تستمشين، قالت بالشبرم كما في الحديث المعروف. شبر نوع من الأعشاب يشبه السنة، لكنه يعني يؤذي فيه أذى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حار جار، يعني فيه حرارة، وجار يعني فيه مضاعفات، وفيه أذى لأعضاء أخرى وحتى للقولون نفسه. لهذا قال حار جار يعني يجور، بمعنى يتعدى ضرره لغيره. لهذا قال الحار جار. استمشي، قال استمشي يعني مشي بطنك، يعني هذا المقصد. استمشي بالسنة، فإنه لو كان شيء يشفي من الموت لكان السنة. فأمرها تشفي بالسنة مكي. نعم. فهذه سنة يستمشي الإنسان من شهر إلى شهرين نحو ذلك، حتى يعني يخرج ما في القولون وما في امعاء الإنسان من ميكروبات أو أشياء ضارة أو عالقة أو نحو ذلك. فهذا جيد، أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن نحن يعني من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سنة مهجورة، يعني الناس هجروها اليوم. كذلك من عجائب السنة أنه يفيد حتى في حالات الصرع بأنواعه، وهذا من المجربات. إذا استعمل للصرع بالطريقة التي سنذكرها إن شاء الله، هو نافع جدا لحالات الصرع. أيضا السنة ليس له ضرر حتى على الجنين. الأم إذا أكل يعني شربت سنة أو أكلت شيء منه عالجت به، يعني لا يتعدى ضرره إلى الجنين، ليس كالمسهلات الأخرى. ولا المرضع، يعني لا يتعدى إلى الحليب.
ومن أعظم ما فيه أنهم البحوث الحديثة وجدوا بأن السنامكي مضاد لكل أنواع الفيروسات، فهو قاتل للفيروسات، ولم يجدوا له مثيلا. حتى أيضا الدراسات الأخيرة تثبت أنه قاتل وبانع للفطريات، قاتل للفطريات ومانع لنموها، وكذلك الميكروبات. وهذا الذي أكدته الأبحاث، واليوم يعني يجرون عليه أبحاث حتى في مشاكل الإيدز، مشاكل الإيدز يعني السيدا، يعني يجرون عليه أبحاث، ومنهم من يعني أكد بأن له أو وجدوا له نفعا كبيرا في مشاكل الإيدز. وهو يعني فوائد كثيرة كما قلنا، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن شيء يشفي من الموت لكان السحر. ثم يأتي في الحديث قال عليكم بالسنا والسانوت. السانوت ذكر فيه العلماء أقوال، منهم من قال العسل، ومنهم من قال الشبث، والكثير من العلماء رجحوا الشبث. الشبث هو عشبة معروفة يعني، ومنهم من قال الكمون، ومنهم من قال اليانسون يعني لكن الكثير من خاصة القدامى أنا ذكروا وقالوا المقصود به الشبث، وهو بذور صغيرة يعني تنبت، خاصة تنبت حتى على حافة الطرقات، وهو له مذاق جيد، ويعني إذا خلط مع السنة كان يعني يخفف من حدته. كما وهناك كثير من يعاني، يعني إذا شرب السنة يعاني ربما اسهال قوي أو ربما ألم، إذا استعمله بالسانوت فإنه نافع بإذن الله تبارك وتعالى، ويقي من هذه الأعراض إن وجدت عند بعض الناس. كذلك إذا استعمل مع بعض الأعشاب الأخرى، وحتى إذا سلمنا بأنه العسل أيضا يصلحه لمن لا يستطيع أن أو لمن يسبب له يعني أعراض، إذا حلي بالعسل نفعه ولا تكون هذه الأعراض. وطريقة الاستعمال يعني إذا كان مطحون من 3 جرامات إلى 10 جرام، إذا أردت أن تأخذه عن طريق الفم من 3 جرامات إلى هذا للكبار يعني إلى 10 جرامات، ويوضع في الفم يشرب عليه، أو يطبخ في الماء يعني من 10 جرامات إلى حتى 30 جرام يطبخ في الماء ويشرب. كذلك إذا أردنا أن نشربه في زيت أو نحو ذلك لا بأس، يعني أن يجعل مع الزيت، أو يطبخ حتى في الزيت أيضا حتى من 20 حتى مع الزيت حتى 30 غرام، فما كان أقل من 30 غرام مأمول الغائلة بإذن الله تبارك وتعالى، لا يعتبر خروج عن الحد ولا يضر. هذا بالنسبة للكبار. الصغار عادة إذا كانوا قل 3 سنوات الأحسن تجنب السنة، إذا كان أكثر يعني تكون إذا كان غلام يعني أو فوق 3 سنوات يعني الأحسن يستعمل نصف كمية الكبير. إذا خلط مع العسل لا بأس أن يزيد قليلا، أن يكون حتى 40 غرام إذا خلط مع العسل، لأن العسل يصلحه و يعني يحد من ضرر إذا كان بكمية كبيرة. ولا بأس أن ينقى حتى بدون غلي، يعني ينقى قليلا في الليل، بيأخذ ورقات تنقع في الماء وفي الصباح يشرب، لكن الأحسن إذا استعمل في الصباح يستعمل بكميات قليلة، يعني ورقات 5 ورقات 6 ورقات 7 ورقات صغيرة يعني بدون طعم، فهذا يعني يلين فقط ولا يحدث الإسهال. وهناك يعني فوائد كثيرة في السنة كما قلت، ويكفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يشفي من الموت شيء يشفي من الموت لكان السنة. ويكفي أيضا فيه أيضا ما قاله مع السنوت، قال فإنه لو كان شيء يشفي من الموت لكان هذا، يعني جاء بعد قوله عليكم بالسنة والسنة. المهم
هذه عشبة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى وحتى للأصحاء في سنة الاستمشاء حتى لا يقعوا في المرض. واليوم يعني العلم الحديث التحليلات الكيميائية يعني تثبت مواد مفيدة جدا في عشبة السنامكي، منها مثلا جلوكوسيد غروي سهل الذوبان يعرف بالحامض الكاثريتيكي، وهذا الحامض قريب الشبه قالوا بحامض كريزوفانيك يعني والراوند أو الراوندين يعني شبيه به، ويحتوي على عدة مواد يعني كيميائية نافعة جدا للجسم، و يعني إليها يعود السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة والسنوت. وما ذكروا أيضا قالوا يعني يوجد فيه ما يعرف بالسنة باكرين، وهذا قالوا قابل للذوبان في الأثير ويمكن استخلاصه كصبغة صفراء اللون، ولكن يحتمل أن تكون ناتجة من تحلل حامض الكاثريتيك الذي ذكرناه ذاته، وهذا هو الحامض الذي يعزى إليه قالوا سر الإسهال الذي يحدثه السنامكي والتنظيف الذي يحدثه للمعدة والجهاز الهضمي، لأنه حامض غروي مهيج ومنشط لجدار الأمعاء. وبذلك يعني قامت الأبحاث وقامت الشركات العالمية بإنتاج أدوية كثيرة من السنامكي، وهي مسجلة في تصادير الأدوية الأوروبية والأمريكية والهندية والصينية، وهناك مستحضرات عدة تسوق اليوم في جميع أنحاء العالم، ويعني منها الماركات معروفة عالمية يعني مأخوذة من السنامكي. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا فيما قلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.